دي بقى احلى وصفه للكوردون بلو. بجد فظيعه يا جماعه، بتحس ان انت بتاكلي قطعه فراخ في حته تانية خالص. هتجيبي البانيه بتاعنا اللي هو عادي خالص، ده كان كيلو من البانيه. بدات ان انا اجيب كيسين كده من اكياس التلاجة واحط قطعه البانيه في النص. عندك مدق اشتغلي بيه، ما عندكيش كوبايه كده وهتبداي تدقي على البانيه بتاعك لغايه ما يبقى بالشكل ده. عايزاه رقيق خالص معاكي. التوابل بقى بتاعه الكوردون بلو بسيطه جدا، حبهان مطحون وملح وفلفل، مش اكتر من كده. ما تحطيش ولا بابريكا ولا كاري ولا اي حاجه من الحاجات دي. بقى اهم خطوه، هتجيبي قطعه البانيه والحشوه اللي انت حباها حطيها. انا بحب قوي ميكس الجبنه الرومي مع لانشون نوع نظيف. وبعد كده بتحطي القطعه التانية وتبداي تقطعيها كده عشان ما تبقاش كبيره قوي، نصين. وصدقيني الحشوه مش هتخرج بره ولا اي حاجه. وممكن طبعا تستعملي تركي وجبنه شيدر حسب ما تحبي. وبقولك لو قطعتين صغيرين في الخطوه دي حطيهم زي ما انت عايزه. بعد كده زي ما بنعمل في اي بانيه او كوردون بلو، بنبدا ننزل بالدقيق بتاعنا، وبعد كده البيض اللي هو عليه شويه ملح وشويه فلفل وشويه لبن، وبنشيل كل الكلام ده وبننزل طبعا في البقسماط اللي متبل معانا ملح وفلفل وزعتر. وبعد بقى لما تخلصي كل الكميه، ودي اهم خطوه، حطيها ليله كامله في الفريزر. بالنسبه بقى للتسويه، لازم الزيت ما يكونش حامي خالص، درجه حراره متوسطه واقل متوسطه كمان. لو عليتي النار او خليتي الزيت درجه حرارته عاليه مش هيستوي معاكي وهيطلع ني. اول ما يحمر اقلبي على الوش التاني. بص الطبقه متماسكه ازاي، ولا حشوه طالعه بره ولا جبنه طالعه بره ولا اي حاجه. هيقلي كده سمعت صوت القرمشه اللي اتجنن. دي بقى كنت بقول لكم قطعه البانيه ان احنا قسمناها نصين. شوفي لي اللذاذه والجمال، بجد فظيعه. حته قطعه كوردون بلو جنان. وهنا بقى القطعه اللي انا كنتش حشيها جبنه، عشان في واحده من بناتي ما بتحبش الجبنه الرومي، فرحت عامله لها قطعه ساده بس بلانشون. بس كده. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا.